ازاي نحوش وازاي نجيب ذهب؟ نحوش ايه يا شيماء ونجيب ذهب ايه يا شيماء في الغلو اللي احنا فيه ده؟ هخليكي تحوشي، هخليكي تجيبي حته ذهب تشيليها للزمن يا ستي، ما تتعيقيش بيها، ما تروحيش تشتري الماركات المعروفه في الذهب وتدفعي مصنعيات كبيره. اشتري الذهب المستعمل مصنعيته بتبقى حاجه ما تذكرش، واركني حته الذهب وشيليها. ازيكم يا حلوين؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. وحشتوني جدا جدا من اخر فيديو. هنبدا بقى في الفيديوهات. طبعا كله عاوز شهر 11. كله عاوز ميزانيات، عاوزين ميزانيات لمبالغ قد كده وقد كده. انا هقولك بس على شويه اساسيات، وبرده هديكي ميزانيه، مش هسيبك كده، بس هقولك على شويه اساسيات تعملي ايه. تعرفي تحوشي قرش. هحوش ازاي قرش يا شيماء في ظل الظروف اللي احنا فيها دي، وارتفاع الاسعار وغلاء الدنيا؟ وانا معاكي، كل حاجه غاليه، كل حاجه بقت صعبه. بس زي ما قلنا 20,000 مره، رب الرخيص رب الغالي. يعني اللي بيرزقنا والحاجه رخيصه هيرزقنا والحاجه غاليه، وربنا ما بينساش حد ابدا يا جماعه، ما بينساش حد ابدا، حاشا لله. النمله بتخزن خزينها من السنه للسنه، تخيلي بقى النمله، فما بالك بالبني ادم اللي ربنا خلقه طول بعرض كده وبيخلينا نتكلم ونعمل كل حاجه. فربنا ما بينساش حد، ده مبدئيا. هنعمل ازاي يا شيماء اللي انت بتقولي عليه ده في الغلو اللي احنا فيه؟ هقولك على شويه حاجات هنعملها. هخليكي تمشي الدنيا. في حاجات هنستغنى عنها، في حاجات هنوفرها، في حاجات فيها هتبقى في اولويات عشان نكون صراحه. تمام؟ وارجع واقول لك للمره المليون، مالكيش دعوه بشيماء. شيماء على جنب، شيماء بتاكل كتكوت، شيماء بتاكل ديناصور، شيماء بتاكل ديك رومي، مالكيش دعوه بشيماء. شيماء جايه هنا اختك تساعدك وتنصحك وتقول لك اللي مرت بيه في حياتها، كله مرت فيه وما فيش وكل حاجه. تمام؟ انا عاوزاكم كل واحده تحط لها هدف، ان هي يا تدخل جمعيه، يا تحوش، يا تجيب حته ذهب. ازاي هنعمل الحاجات دي يا شيماء والحاجه غاليه؟ لا، هتعملي ان شاء الله، هديكي حلول كتير تمشي بيها وتعملي منها الكلام ده. بس لازم اساسي الثلاث حاجات دول. احنا داخل علينا رمضان، كل سنه وانتم طيبين، الايام بتجري. داخل عليكي مصاريف رمضان، مشتروات ومصاريف هدوم عيد، وعندك مدارس، وانا مش عاوزه اكربس الدنيا على دماغكم، بس ده الواقع وده الحقيقي، ده اللي احنا عايشينه. وحته الذهب اللي بكلمك فيها ان انت تجيبيها وتشيليها، دي هتجيبيها وتشيليها ليه؟ في كلنا بيمر علينا ازمات، كلنا بيمر علينا ازمات، بس عارفه اللي هو بيقولك ايه؟ ظهرك يبقى دافيان. هي حته الذهب دي بتدفي الظهر. اسمعي مني، اسمعي مني. انا اول حاجه اما بزني او ابقى واقفه على فلوس، بقى حته ذهب من اللي انا لابساها وابيعها. ما مدش ايدي لحد وما اقولش لحد اديني، سلفني، اعملني. كل واحد يعلم بيه ربنا. انت اعملي اللي يسند ظهرك، يدفيكي فيما معناه يسند، يصلب، بيقولها بالبلدي كده، يصلب حيلنا. الحته الذهب دي امان. الذهب زي ما بيقولوا زينه وخزينه. اما تفكري تجيبي حته ذهب، مش اقولك بقى روحي هاتي لازوردي ودماس يا ستي، ما تجيبيش الكلام ده. ربنا يديكي ان شاء الله في يوم من الايام وتجيبي، بس هاتي في ذهب مستعمل. مش هقول لك هاتي ذهب كسر، لا، هاتي ذهب مستعمل مصنعيته تبقى حنينه جدا. وخدي بالك ان الذهب كل مدى في زياده في اسعاره. فاللي هيجيب حته ذهب ويركنها فيعني هتعدي، صدقيني هتعدي. فيها يقول لك يا شيماء الناس لاقيه تاكل وتشرب عشان تتكلمي في ذهب. والله انا بكلمكم في مصلحتكم، بكلمكم في اللي تسندي عليه، تعملي اللي تسندي عليه، تعملي اللي اما تميلي كده تلاقي حاجه. ده اللي انا اقصده. حته انك تعملي حصاله، تعملي جمعيه. هوريكي دلوقتي بالراحه كده هنقول على حاجات هنعملها، وهقول لكم في الفيديو ده ميزانيه الناس اللي ماشيه بالاسبوع، علشان انا ما قلتهاش قبل كده خالص. واول حاجه هبدا فيها بميزانيه الاسبوع، هنبدا مثلا في 4000 جنيه في الشهر، يعني فيما يعادل 1000 جنيه في الاسبوع. وهخليكي في ال1000 جنيه في الاسبوع تشيلي كل اسبوع 100 جنيه تحوشيها، وما كانش اكتر، في قلب حصاله او في قلب حاجه لحد ما تجمعي مبلغ. ازاي يا شيماء هنعمل كده؟ صلي على الرسول، اللهم صل وسلم وبارك على حبيبي وشفيعي محمد رسول الله. ويلا بينا نشوف هنقول ايه. اول حاجه يا ست الكل هنتكلم فيها، هنتكلم في ايه يا شيماء؟ هنتكلم في حاجات نظبط بيها الظروف. بمعنى ايه؟
هنظبط الظروف بايه يا شيماء؟ احنا عندنا اساسي ايه؟ عندنا الكهرباء، الغاز، الميه، دول الاساسيات. والايجار للناس اللي عندها ايجار، ربنا يا رب يسد عليكم. الايجار ما فيهوش مش هنرشد فيه حاجه، الايجار معروف تمام. لكن هنيجي بقى في حته استهلاك الكهرباء، هنحافظ بقى قدر المستطاع، مش هنولع هنا ونولع هنا. انا في العادي بمشي حوالين ولادي اطفي الانوار. بحب اقعد في نور هادي. لو طبعا خلاص الجو طر، مفيش تكييفات طبعا، مفيش المراوح والكلام دوت، فهتبداي توفري في الكهرباء كتير. احنا في الشتاء بنوفر ايه؟ هنرشد استهلاك الكهرباء. احنا كده كده الجو بدا يطري معانا شويه، هنظبط ايه الدنيا في حكايه النور. مفيش طبعا تكييفات، الحمد لله الجو بقى احسن كتير، وهتوفري في الكهرباء. اوريدي كده احنا في كده كده في الشتاء بنوفر في الكهرباء. استهلاك الغاز هنوفر ازاي يا شيماء؟ يعني لو مولعه الفرن حطي كذا حاجه، هتشوي في اليوم ده بطاطا، هتعملي عيش، هتعملي شويه مكرونه بالبشاميل، هتعملي ايا كان اللي هتعمليه، سوي حاجتين ثلاثه مع بعض في الفرن، فاهماني؟ بدل ما نولع الغاز عمال على بطال. هنعمل ايه تاني يا شيماء؟ انا طبعا بكلمك في كل ده اللي هو ايه، احنا مضطرين، احنا ده اضطرار، ده يعني ايه، غصب يا رب زي ما بيقولوا. الميه طبعا، الميه بصي انا الميه بخاف قوي قوي ربنا فيها من غير اي حاجه، ومش عشان الفلوس والله يا جماعه، دي من نعم ربنا علينا. حتى ما باجي اغسل صحون او اعمل حاجه بفتح الميه، اشطف حاجتي واقفل الميه، اول ما بصبن بملى طبق كبير كده اصبن فيه، وبعد كده بشغل الميه اشطف على طول. لكن ان انا اسيب الميه كده لا، حرام، دي نعمه من نعم ربنا. نخش بقى على ايه؟ على الدروس. احنا طبعا عندنا، احنا اول حاجه قلناها ايه؟ اللي هنعمل هنرشد استهلاك الميه الغاز. وهنعمل ايه بقى؟ عندنا طبعا الدروس. ممكن لو ولادك في مراحل معينه في الدراسه، في دروس اللي هي في قنوات التلفزيون فيها بيدوا دروس، في دروس على اليوتيوب، فاهميني؟ ففي حاجات كتير هتوفر لك طبعا حصص، اسعار حصص، وهتوفر لك مواصلات رايحين جايين، وهتوفر لك حاجات كتير. والله زمان كنا بنقعد نذاكر لعيالنا، وكنا بنستعين بالمعلقه الخشب. انا كانت المعلقه الخشب دي صديقتي، واقعد مع اولادي الواجبات والمذاكره، واعلم القرايه والكتابه، واحفظ الدروس. انا كنت ببقى حافظه المنهج بتاعهم كله. يعني المفروض كل ام بتعرف تقرا وتكتب ما تسيبش عيالها لحظه في حته المذاكره دي، تخلق لهم الوقت. نرجع لكلامنا. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. هنعمل ايه تاني علشان نوفر؟ هنجيب الحاجات من الصبانه اللي هي المنظفات، هنجيب الصابون سائل، هنجيب اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد الاريال، سواء اوتوماتيك او عادي برضو هنجيبه سايب. الصابون، ارجعوا لفيديوهات الصابون ارجوكوا، انا عامله الصابون موفر جدا جدا وناجح 100%، سواء الصابون بتاع الشاور او الصابون بتاع الصحون، الاتنين عاملاهم والله بطريقه ناجحه 100%. جربي واعملي، انت كده كده مش هتخسري حاجه، انت عندك شويه زيت بترميهم استخدميهم واعملي قوالب صابون، تمام. وهتيجي بقى لحته اللحوم او الفراخ اللي هندخلهم في الوصفات اللي هنقولها بتاعه الاسبوع. عندك برضو رجعي لفيديوهاتي بتاعه الوصفات بتاعه التوفير بتاعه اللحمه المفرومه بتاعه الفراخ، وصفات التوفير بتاعه الاكلات اللي هي الخفيفه اللي هي من غير لحوم وفراخ. فهتلاقي كل الفيديوهات دي موجوده عندك، هنستعين بيها. هنيجي بقى للفطار. فطار كل يوم علشان تجيبي فطار بمبلغ وقدره، عشان نكون صراحه مفيش حاجه اسمها ايه، يعني اقل حاجه في الفطار بندفع لنا، يعني لو مش اسره كبيره كمان 50 60 جنيه. ده لو مش هتجيبي سندوتشات وهتجيبي كيس فول وطعميه. طب وليه؟ طب ما انا اجيب الفول في البيت نص كيلو فول ب 15 جنيه، لو على الاسبوع تدمست الاسبوع ادمس الفول بتاعي ب 20 جنيه، الفوله الحلوه نص كيلو، ادمس قدره فول تقعد معايا الاسبوع كله. اجيب نص كيلو فول مدشوش واعمل شويه الطعميه، وارجعي برضو اكتبي يوميات شوشو، هتلاقي الفول المدمس موجود عندي، الطعميه عاملاها. اعملي الحاجات دي وفي اكياس في الفريزر وطلعي كل يوم على الفطار، هتوفري. والميزانيه دي العلم اللي انا هقولها لكم دي مش هيبقى فيها زيت سكر والعيش للي عندهم تموين. يعني الميزانيه دي هتنفع قوي الناس اللي عندها تموين.
ماشي انتوا معايا لحد كده؟ قلنا الفطار، يبقى هنعمل الفطار في البيت، سواء هندمس فول، هنعمل عجينه طعميه دي في البيت، هتعملي يعني صينيه كيك، هتعملي شويه معجنات، ايا كان كل الوصفات دي انا عاملاها لكم، ملكوش اي حجه. قلنا ايه تاني؟ اتكلمنا في الدروس، انا كاتبالكم والله كل حاجه، بصوا بالورقه والقلم. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. لازم 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 زي ما قلت لك حصاله، لازم يبقى عندك حصاله بعيده عن ايديكي، حصاله اللي هيفيد منك ترميه فيها وتنسيه، على الاقل لو حصاله تفتحيها كل شهر، هتفتحيها اما تتملي. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. هنيجي بقى على الميزانيه بتاعتنا. هنقول ايه؟ انا يعني انت مثلا معاكي فلوس الشهر كامله، تمام كده؟ معاكي فلوس الشهر كامله وعاوزه تطلعي منها ميزانيات، وهنمشي الميزانيات دي بالاسبوع. هنطلع منها ايه؟ ادي التقسيمه انا كاتباها لك. هنقسمها، هنطلع الايجار ده اول حاجه للناس اللي عندها ايجار، وهنطلع منها فلوس النور، فلوس الميه، فلوس الغاز، وهتطلعي منها لو في جمعيات، عشان الجمعيه التزام دي ملهاش دعوه غير التحويش، جمعيه التزام لازم ندفعها. هنطلع الحاجات دي كلها، وبعد كده هنقسم ايه؟ المشتريات. احنا هنتكلم في ميزانيه 4000 جنيه كل اسبوع، 100 جنيه، تمام كده؟ هنقسم المبلغ كل اسبوع، مثلا هنقول ايه؟ زي ما قلنا 1000 جنيه. الخزين بتاعنا اللي هيبقى ايه؟ اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. هنبدا بالبقوليات اللي هي ايه؟ الحاجات اللي هي بنحتاجها في المطبخ اكتر حاجه. انا كاتبالك هنا 3 كيلو رز. تعالي يا ست الكل، الرز بكام؟ الرز الكياس الانواع النظيفه قوي هتلاقيها ب 30 وفوق ال 30 كمان. حلو. في بقى اكياس انا جايباها نوعها حلو جدا جدا وفوق الجدا كمان، جايباها من هايبر. بكام الكيس يا شيماء؟ اسمها فاليوم. هتلاقي الحاجات دي اسمها فاليوم. السكر، الرز جايباه ب21 جنيه. كيلو الرز ب21 جنيه، واستخدمت منه بقالي 3 اسابيع. تحفه والله تحفه. وفر في كيلو الرز من الضحى 9 جنيه. انت متخيله؟ في كيلو الرز. السكر الفاليوم برضو جايبه السكر الفاليوم في وفر في الكيلو 7 جنيه من السكر اللي بيتباع في السوبر ماركت العادي. فانت كاتبالك مثلا هتجيبي 3 كيلو رز ب70 جنيه، تمام؟ 2 كيلو مكرونه اكياس هناك، الكيلو ب20. هنجيب 2 كيلو مكرونه ب40 جنيه. معانا كيلو شعريه للرز عشان حلوه بتزود الرز لما بنعمله ب20 جنيه. زي ما قلنا الفول، زي ما قلت لك هنعوز الحاجات بقى اللي هنعوزها لتدميس الفول للطعميه. هنجيب ربع فول ب15 جنيه. ربع فول مدشوش للطعميه برده ب15 جنيه. هتجيبي بقى نص عدس بجبه بقى ونص عدس اصفر عشان تعملي اكل الكشري في الاسبوع ده. هتجيبي ايه تاني يا شيماء؟ اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. هتجيبي ربع فاصوليا، ربع لوبيا، انا بتكلم في البقوليات، تمام؟ وهيبقى معانا 40 جنيه نجيب منها ملح، ونجيب الاساسيات في التوابل، نجيب فلفل اسمر وكمون. وهتجيبي، شفتي اكياس اللي انا بجيبها ال11 بهار بتاع كنور ده؟ هاتي من الكياس دي، هتوفر معاكي قوي، بدل ما تجيبي بقى ايه توابل لحمه وتوابل فراخ والسبع بهارات والكلام ده كله. تمام كده؟ انا عملت ميزانيه كام للبقوليات؟ 200 جنيه من ال1000 جنيه. كده عملنا للبقوليات كام؟ 200 جنيه. هنيجي بقى للمنظفات، هنعمل المنظفات 100 جنيه. هتقولي لي 100 جنيه قليله يا شيماء؟ لا، احنا 100 جنيه الاسبوع فهتبقى معتدله نوعا ما. هنجيب ايه من 100 جنيه؟ هنجيب صابون سايل لو احنا مش هنعمل اي صابون، هنجيب مسحوق غسيل اوتوماتيك سايل، او الغسالات العاديه، سواء ده او ده، بعتذر عن الصوت. هنجيب الصابونه اللي هي اللي بريحه للشعر. حلو كده؟ احنا لمينا الدنيا خالص بال100 جنيه. كده صرفنا من 1000 جنيه 300 جنيه. هنيجي للحوم. هنعمل ايه اللحوم بقى؟ انت كل اسبوع هتقسميها على حسب مزاجك. انا مثلا هديكي فكره اسبوع. نص كيلو مفروم لحمه بلدي ب200 جنيه. هنعمل منه وصفات التوفير اللي احنا ارجعي لفيديوهاتي هتعملي منه كذا صنف محترمين. هنجيب كيلو كبد وقوانص ب80 جنيه، هنعمل برضو منها اكلتين، مع شويه برغل او فريك، مع شويه مكرونه، مع شويه بطاطس محمره،
والحمد لله على كل حال. هنجيب وركين هيبقوا فرنج 60 65 جنيه، وتقسمي الورك 2 لان ده انا بكلمك في وركين حجمهم كبير، وهنعملهم بصينيه بطاطس كده اكله يوم. حلو كده. كده عملنا كام للحوم؟ عملنا 340 جنيه، وفي فوق 300 جنيه 200 بقول و100 صبانه، يبقى كده كام؟ 640 جنيه من 1000 جنيه. كام؟ 640 جنيه. هيفضل معانا 360 جنيه. فاضل لك ايه يا شيماء؟ فاضل لنا شويه خضار وفاكهه. احنا قلنا الميزانيه دي للناس اللي عندها تموين، اللي عندها شاي سكر زيت، والعيش كمان اللي هو اللي بيتباع بالبطاقه. فالميزانيه دي للناس اللي عندها بطاقه تموين. هنيجي بقى للخضار والفاكهه. هنجيب ايه بقى يا ستي الكل؟ انا متعوده اعمل حاجه المفروض تتعودي تعمليها اما تنزلي السوق. انا اول حاجه ما بنزل السوق بجيب الخضار الاول، ويمكن قايله لكم في فيديو قبل كده انا بمشي السوق كله ما بشتريش حاجه. انا بدخل السوق كله اسال البياع ده والبياع ده والبياع ده، واشوف الاسعار هنا وهنا وهنا لاخر السوق، وبعد كده ارجع ابقى شفت الارخص والاغلى، واللي عنده الحاجه طازه واللي عنده الحاجه مش طازه، ابقى جبت كل حاجه كده بعيني في السوق. تمام. ما تخشيش من اول بياع تقفي تشتري، لا، امشي خدي السوق كده من اوله لاخره، وارجعي من اخره بقى هاتي حاجتك وانت راجعه. حتى في الشيل الموضوع يبقى سهل عليكي، وفي النصاحه يبقى تبقي اشطر برضو. مبدئيا هتجيبي الاساسيات بتاعتك من الخضار. انا قلت لك ايه؟ هنخلي 160 جنيه يا ستي 200 جنيه. 200 جنيه 200 جنيه ايه يا شيماء؟ 200 جنيه للسوق في حاجه اسبوع. هتنزلي تجيبي ايه بقى؟ هتجيبي بصل، هتجيبي طماطم، هتجيبي بطاطس. ده الاساسي الاول، ما تجيبيش الفاكهه الاول، هاتي خضارك والنواقص الاول والاساسيات. احنا بنتكلم ان احنا بنوفر، عاوزين نجيب الاساسيات بتاعه البيت الاول. الاساسيات بتاعه البيت اللي هي لازم في كل بيت: بصل، توم، طماطم، بطاطس. دول اساسيات البيت. دي كده ايه قواعد المطبخ زي ما بيقولوا. مفيش اكل لحد من الولاد جه حبه بطاطس هيتحمروا هياكلوا، حبه بطاطس مسلوقين وهيتعملوا كده بمعلقه زيت هياكلوا. تمام. مفيش اكله من غير بصل، مفيش اكله من غير توم، مفيش اكله من غير طماطم. فدول اساسيات البيت. تمام كده. وبعد كده بقى عاوزه تجيبي ايه؟ ليمون، خيار، جزر، بتنجان، فلفل، خضره، سلطه. طبعا احنا بنتكلم في حاجه اسبوع، هتجيبي نص كيلو نص كيلو لحاجات السلطه. يعني انت اما تجمعي نص كيلو خيار على نص كيلو جزر على نص ليمون على شويه خضره، طبعا هتعملي طول الاسبوع سلطه منهم. هتعملي طول الاسبوع سلطه منهم. بعد ما تشتري خضارك واساسياتك، تعالي بقى للفاكهه. الفاكهه اللي هنجيبها ايه بقى؟ طبعا في ظل الظروف وفي ظل التقسيمه اللي احنا عاملينها دي، طبعا مش هقول لك ايه روحي هاتي كيلو تفاح ب 80 جنيه. طب انا بقى ست يعني يعني خياليه. لا، مش هقول لك هاتي كيلو تفاح ب 80 جنيه، لا. دلوقتي البلح كتير، البلح كتير، والبلح مغذي جدا جدا جدا. واليومين دول بتوع البلح هتلاقي في السوق، هتلاقي في بلح ب 15، في ب 20 على حسب. هتلاقي اليومين دول برضو الكتير قوي ب 25 جنيه الجوافه. التين البرشومي موجود برضو ب 25 وب 30. هاتي من كل حاجه. لو هتجيبي نص كيلو هتشكلي صينيه كده تغسلي فيها وتحطي لاولادك الفاكهه وهياكلوا فيها. يا ستي خلي الفاكهه يومين في الاسبوع، يومين في الاسبوع، 3 ايام في الاسبوع، وهيبقى اولادنا كلوا وما بقاش نفسهم في حاجه وما حرمناهمش من حاجه. انا كده عملت لك 200 جنيه لميزانيه السوق. كده فضل معانا كام بقى من 1000 جنيه؟ 160 جنيه. 160 جنيه معاكي. 60 جنيه خليهم في قلب الكيس بتاعك، في قلب محفظتك، وال100 جنيه سقطيهم في الحصاله زي ما قلنا، اعتبريهم مش موجودين، اتصرفوا، اتحطوا في التزامات من اللي احنا حطيناها، اختفوا، اتبخروا. انسي ال100 جنيه، انت حطيها في الحصاله. حلو كده. كل لما تبقي مثلا اعملي بقى ايه، بصي اختك بتعمل ايه، انا بعمل برطمان ازاز كده من برطمانات الصلصه، برطمانات الزيتون المخلي، الكلام ده برمي فيها الفضه.
بلم الفضه من جيوبهم، من الادراج، من كيسي وانا راجعه، من قلب الشنطه بتاعتي، والم فيها الفضه كلها. لم الفضه كلها. زي ما قلت لك، هاتي قول لها هاتي حصاله، حصاله يا ستي الكل، وارمي فيها الفلوس بتاعتك. بس حاجه ما تكونش بتتفتح، علشان ايه؟ وقت ما الزنقه يا انك تشعها يا نكسرها يا نفتحها كده، لكن نفتحها ناخد منها ونسرسب ايدينا كده، لا لا خالص. انا قلت لك انت حطي الفلوس دي وكانها مش موجوده، كانها مش موجوده اساسا في الحياه. حلو كده. وهيتبقى معانا 60 جنيه بقى. هاتي لك كيلو لبن، روقي على الولاد كده بحبه لبن. هاتي كيلو ونص لبن وقسميه في اكياس على حسب المنطقه اللي انت فيها. والله يا جماعه دلوقتي الاسعار بقت متفاوته بشكل مش طبيعي. يعني تسالي في المكان ده على حاجه بسعر، تسالي في على المكان ده على حاجه بسعر، وانا مش عارفه هم التجار بيبيعوا بمزاجهم. في حاجه غريبه. هو في حاجه غريبه ليه؟ انت بتلاقي هنا سعر وبتلاقي هنا سعر وبتلاقي هنا سعر. انا النهارده كنت فين؟ انا النهارده قبل ما اعمل لكم الفيديو ده كنت فين؟ كنت في الغوريه. نزلت الحسين ورحت الجماليه علشان اجيب التوابل بتاعتي. انا بحب اجيبها ايه؟ قبل الشهر ما يبدا. قبل ايه؟ قبل الشهر. احنا خلاص فاضل لنا مثلا اسبوع ولا حاجه على الشهر، فانا قلت انزل اجيب التوابل بتاعتي. انا عاوزه اقول لكم حتى اسعار الجمله وانتي بتخشي في الشارع ده، يعني ما تشتريش من اول تاجر. قبل ما تروحي الجماليه الحاره بتاعه العطاره، ما تشتريش من اول تاجر. امشي اسالي عند التاجر ده واسالي عند التاجر ده، هتلاقي كل واحد اسعاره متفاوته عن التاني، اللي ب 20 جنيه واللي ب 30 جنيه. والله زي ما بقول لك، وتجار وكلهم في شارع واحد، بس كل واحد بيحط السعر اللي على مزاجه. فزي ما بقول لكم حاولوا الحاجات اللي هتلاقوها رخيصه الفترة الجاية دي، هاتي وشيلي. الملوخية رخيصة اليومين دول، هاتي شيلي وفرزي. ورق الكرنب حلو، هاتي شيلي وفرزي. انا هعمل شوية تفريزات الايام الجاية ان شاء الله، عشان ايه؟ حاسة ايه؟ الديب فريزر بتاعي هو كده خلاص. وانا بحب بصراحة الحاجة في يعني، انا بالنسبة لي كشيماء، ان الحاجة في البيت، الخزين في البيت وفي الفريزر وفي الديب فريزر احسن من الفلوس في ايدي. ليه؟ اما بعوز اعمل حاجه او بيجي لي ضيف على فجاه او بتبقى الظروف مش حلوه، بطلع من قلب البيت واعمل. فيا جماعه اتعودي دايما دايما ان بيتك يكون فيه خير، من ابسط الاشياء، والله من ابسط الاشياء. زمان قوي واحنا صغيرين، كان ماما تعمل ايه؟ تعمل كل اسبوع جرد للنمليه. كانت زمان النمليه ما كانش بقى في المطبخ والكلام اللي احنا فيه ده دلوقتي، كان زمان عند امهاتنا النمليه. فكان بيتعمل جرد للنمليه. كنت انا بقى صغنونه كده قد الفصعونه، اقف على حاجه وابص افتح النمليه، شوفي لي فيه كام علبه كبريت، شوفي لي كام قالب صابون. والله زي ما بقول لكم كده. كانت بقى النمليه مقسمه الصابون والكبريت والحاجات دي في جنب، البقوليات في الجنب التاني، السمنه والزيت تحت. فكنت اقف بقى اطلع على الكرسي كده فوق واقول لها بقى في قد كده، في عروسه كبريت ولا مفيش، في كام قالب صابون، في كام باكيت زهره. والله زي ما بقول لكم كده، في قد ايه وفي قد ايه وفي قد ايه. والمهم اما انزل بقى، هنروح بقى، روحي هاتي لي كده معرفش كام صابونه، وهاتي لي كام عروسه كبريت وكام معرفش ايه. المهم ايه، كانت تكتب لي الطلبات كلها. كنت صغننه قوي، هي 7 8 سنين، بس المحلات كانت جنب البيت، وراح اجيب لها كل الحاجات بتاعتها. تيجي بقى تقولي يلا بقى تاني يوم نراجع بقى الدنيا ونروح نجيب التومين. كان زمان كل الناس بتجيب التومين، ونجيب التومين بتاعنا، ناقص سمنه تتجابها تتسيح، ناقص معرفش ايه هيتجاب يتعمل. وكانت الدنيا. بس انا طلعت وعيت على كده، ان ماما بتعمل جرد للنمليه بتاعتنا كل اسبوع، تشوف ناقص ايه عاوز يتجاب، ايه عاوز يتحط، ايه مش موجود. فانا طلعت على كده. البني ادم بيطلع على حسب ما شاف واتعلم، الاساسيات بتبقى عامله ازاي. فاهمني؟ رغيت معاكم كتير. يا رب تكونوا استوعبتوا اللي انا قلته ده واستفدتوا منه. واكتبوا لي الكومنتات في الفيديو ده، قولوا لي عاوزين ميزانيات ايه، عشان هاخد لكم الاسبوع ده بامر الله تعالى كله ميزانيات. كل اللي ليه ميزانيه بس يقول لي فيها تموين ولا لا، وفيها ميه وغاز وكهرباء ولا لا، وخارج المبلغ ولا لا. يعني اكدوا لي بس ايه، انتوا بتكتبوا لي الكومنت عرفوني.
وكل واحد عاوز ميزانيه معينه، عاوزها بالاسبوع، عاوزها باليوم، عاوزها بالشهر، يكتبها لي، وانا يعني ربنا بالنص بتاعتي الحلوه دي، واقعد اكتب لكم ميزانيات واظبطها لكم ان شاء الله. ان شاء الله واحده واحده كده مع بعض هنظبطها، واتمنى تكونوا بتستفادوا مني. وما تقولوش شيماء بتقول كلام خيالي، والله على ان انتوا تحوشوا او ان انتوا تجيبوا حته دهب تركنوها. مفيش حاجه يا جماعه مستحيله على ربنا. خزائن ربنا مملوءه، ما بتفضاش ابدا ابدا ابدا. احنا هننفذ وهننفى، وخزائن ربنا مليانه ما بتفضوش. فاتعشموا خير قوي 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 في ربنا، ونطمع في ربنا، ما نطمعش في اي حاجه تانية. تعشمي في ربنا واطلبي منه. بصي لاخر نفس فيكي، لاخر نفس. وزي ما قلنا ونرجع نقول، الرضا 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 بالمقسوم عباده يا جماعه. والحمد لله دائما وابدا على كل شيء في حياتنا. الحمد لله على السراء والضراء. رغيت كتير بقى ووجعت دماغكم. اوعوا تنسوا اللايك، اوعوا تنسوا الكومنتات. استودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه. بحبكم في الله يا اجمل اخوات.